في واحد اسمه كريم، شاب عايش لوحده في شقة صغيرة في الدور الأرضي، وكان عنده كلب أسود اسمه روكي. كلب ضخم بس هادي ومطيع، بيحبه جدا ومش بيروح حتة من غيره. الدنيا كانت ماشية عادي لحد ما بدأ يسمع أصوات غريبة بالليل. صوت حد بيتكلم جوه البيت، بس بصوت واطي كده، بيقول اسمه: كريم قوم أنا جعان. كان بيقوم مفزوع يدور، مفيش حد، والكلب نايم قدامه. قال يمكن حلم. تكرر الموضوع كذا مرة، وكل مرة الصوت بيقرب وبيقول كلام أغرب: كريم انت نسيتني؟ مش كنت صاحبي؟ أنا مش كلب. في ليلة قرر يفضل صاحي ويشوف الصوت ده جاي منين. الساعة كانت 3 الفجر والدنيا هادية، مفيش ولا صوت. فجأة الكلب قام وراح قعد يبصله وقال بصوت بني آدم: ليه بتنام وأنا جعان؟ أنا كنت إنسان وإنت اللي حبستني هنا. كريم قلبه وقع الكوباية اللي في إيده، والكلب قام يمشي برجليه الاتنين زي البني آدمين، وابتدى يقرب منه. قال له: فاكر زمان لما كنت صغير ولعبت لعبة السحر؟ أنا كنت أخوك وفضلت جوه الكلب لسنين. كريم فقد وعيه من الرعب، وصحي لقى الكلب نايم جنبه، بس عينيه كانت بتدمع